الاربع اللي جاي مش هيفكرك بحاجه؟ ايه؟ يوم الاربع اللي جاي مش هيفكرك بحاجه؟ فكرني بايه؟ انت اول سنه تتاخر علينا بحلاوه المولد. عناية ليك، يوم الاربعاء انزل اجيبها لك. لا يا بابا، عايزها النهارده. عايزها النهارده؟ اه. طب اجيبها لك منين؟ يا عم مفيش حد جاب حلاوه مولد. لا دي اصحابي كتير جابوها ودوقوا لي جوز الهند بالشوكولاته. دوقوك؟ اه. جابوا منين طيب؟ جابوا من قدام جامع الاربعين. من قدام جامع الاربعين؟ اللي هو شارع صدقي. عند شارع صدقي؟ اه. من عند مين؟ احمد ابو حلاوه. طب الحلاوه اللي انت اكلتها كانت حلوه؟ ولا هو عشان اسمه احمد ابو حلاوه يبقى بيبيع حلاوه حلوه؟ لا. امال ايه؟ هي الحلاوه حلوه. الحلاوه حلوه؟ اه. خلاص يا عم، تعال نروح نجيب من عند احمد ابو حلاوه. انت عايز من عند احمد ابو حلاوه يعني؟ اه. ولا نجيب من حته تاني؟ لا احمد ابو حلاوه. متاكد ان هي حلوه؟ اه. طب خلاص احنا هندوق قبل ما نجيب. طيب عادي. عادي يعني؟ واثق من منتجه. ايه؟ واثق من المنتج بتاعه انا. انت واثق من المنتج بتاعه؟ خلاص يلا بينا نروح نجيب من عند احمد ابو حلاوه. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لكم وزي ما وعدتكم هنلف السويس كلها، أقوى عروض وأقوى دعم هيجي منين؟ من أهل السويس. والنهارده بقى جايبين لكم الدعم بتاعنا في حلاوة المولد. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف. فالنهارده جايبين بقى أقدم واحد في السويس للحلاوة، وهنشوف هيعمل معانا إيه وهيدعمنا إزاي ويدعم حضراتكم وأهل السويس إزاي. هنتعرف الأول على عم رشدي، أقدم حلواني في السويس. حلاوة المولد عنده بالقطعة. اهم حاجه وانت بتشتري الحلاوه تبص للمذاق والصلاحيه. تعالوا نتعرف على عم رشدي وهيعمل معانا ايه النهارده. ازيك يا عم رشدي الاول؟ اهلا يا استاذ محمد. عامل ايه يا باشا؟ نعمه والله الحمد لله. ايه الحلويات دي؟ حلويات جميله نيفرتيتي اهي. بتبيع الكيلو منها بكام يا عم؟ انا ببيع دي ب 100 جنيه. يا عم الناس عايزه ايوه ب 100 جنيه. ماشي، انت تعمل واجب بردك مع السوايسه. انا رقبتي للسوايسه. قول لي بقى هتعمل ايه بقى النهارده؟ انا السوايسه هخصم لهم 30%. يعني علبه الحلاوه دي تقف مش 20%، لا 30%. يعني علبه لان الحلاوه عايز كل بيت ياكل حلاوه. الله يصلح حالك يا رب. تبقى ب 70 جنيه. 70 جنيه 70 جنيه سعر جمله الجمله. دي مزنقه دي يا عم احمد؟ دي كيلو على الميزان اوزنها لك. لا يا باشا احنا مصدقينك. احنا مصدقينك. بصوا كده يا سوايسه ما شاء الله. فيها علف، فيها برمه، فيها جوز هند، فيها كل حاجه، والمدور وكل حاجه، والملبن وكل حاجه. شغل نمره واحد. عندك كم نوع منها طيب يا عم احمد؟ انا عندي حوالي 13 نوع. الكيلو ده 13 نوع؟ ما شاء الله. بس كله هيمشي بالمبدأ ده؟ نمشي. ما مش للاستاذ محمد بس. ده الشعب السويس كله. تمام. لان انا من شعب السويس. هنمشي بمبدأ ال 70 جنيه. 70 جنيه 30% خصم. تمام. يعني كيلو الحلاوه بره هيبقى اللي هو ب 100 جنيه وب 120. انت بتبيعها في الاصل بكام دي؟ انا ببيعها ب 100. ب 100. في الاصل ب 100. النهارده نزلنا 30% دعم لصفحه يوميات محمد مجدي، بقت ب 70 جنيه. ام 200 جنيه هتبقى ب 140 جنيه. ام 200 جنيه ب 140 جنيه. 30% برضه. ما هو 30%. الله ينور عليك. الله ينور عليك يا عم رشدي. ودي بكام يا عم رشدي؟ ودي بنبيعها ب 90 جنيه هتبقى ب 70 جنيه زي ما هي جايه برضه سعر الجمله. كده احنا عملنا واجب مع السوايسه في الذوق. انا قلت كلمه مش هرجع فيها. سيد يا عم رشدي. انا قلت كلمه وانا من ابن السويس وحاسس بشعب السويس. انت بقالك قد ايه يا عم رشدي شغال في الشغلانه دي؟ بتاع 30 سنه. 30 سنه. ايام ما كان البضاعه دي 6 انواع. ايام ما كانت بضاعه 6 انواع. 6 انواع. وما كانش في حاجه اسمها مغلف. كان كله سايب. كان كله سايب. كنت بمسك السكينه كده واقطع الملبن واقطع الدوميه واقطع كده. النهارده بقى اكتر من 100 نوع. الله يوسع عليك يا عم. ربنا يديك الصحه الاول بس. اللهم امين يا رب العالمين. طب عم احمد العلف ايه ظروفه معانا؟ والله العلف برضو عندي علف نمره واحد ببيعه ب 150 جنيه هخصم ال 30% يبقى ب 120 جنيه. الله يصلح حالك يا رب. الله يصلح حالك. 150 جنيه. احنا قلنا 30% مش هنرجع في كلامنا. الله يصلح حالك. خلاص. طب قول لنا بقى اسعار المغلف. والملبن الحبل ابو 200 جنيه هنبيعه ب 170 جنيه.
ابو 200 جنيه هنبيعه ب 170 جنيه. لا وابو 100 150. وابو 100 ما هو في يا باشا، في نمره واحد وفي نمره اتنين. ده موجود وده موجود. ده نمره واحد. ده موجود وده موجود. عم محمود حبيبي، عم محمود، احنا القرص ده كنا بنبيعه مثلا ب 50 جنيه، هيبقى ب 40 جنيه. تمام. قرص مكسرات اهو، قرص مكسرات. هو ده اللي هو الكاجو البندق والفستق صح كده؟ كاجو بندق فستق. القرص ده كان ب 50 جنيه، قرص لوز. القرص ده قلنا بكام؟ ابو 50 بقى بكام؟ ب 40 جنيه. ابو 50 بقى ب 40 يا سوايس. وابو 40 يبقى ب 25 اهو. اللهم ابو 40 يبقى ب 25 برضه، قرص لوز فاخر. يا عظمه فاخر حبيبي، ده من الفواخر. طب وده يا عم؟ وده برضه كان ب 30 جنيه، هنبيعه ب 15 جنيه. كده خصم 50%. 50%. يلا عايزين الناس كلها كده ايه؟ ده بكام؟ هنبيعه بكام؟ ب 15 جنيه. واقول لكم على حاجه، من يوم صفحه يوميات محمد مجدي الاثنين ب 25. الاثنين ب 25. مش هرجع كلام الاستاذ محمد. خلي الغلابه تاكل. ماشي حاضر. ايه تاني يا عم احمد عندك؟ اللي انت عايزه. لدايت برضه. اللدايت دي عامله ايه؟ اللدايت دي كانت مثلا بنقول ب 50 جنيه، بقت ب 25 جنيه. اللدايت كام؟ ده ب 15 و15 عشان الاستاذ محمد وعشان احمد ابو حلاوه. اللي 25 يلا حبيبي يا ريس. يلا. انا والله العظيم انا عارف ان الحاجه يا جماعه كانت لسه جايه. انا كنت بس احنا قلنا هنعمل مع شعب السويس. الاسعار دي مش هيلاقيها ولا في مصر تمن. والله العظيم انا عارف. بص يعني يا جماعه سوايس، احنا قلنا هنعمل لشعب السويس يبقى نعمل بس كده. الله ينور عليك. انا بقى مستني الدعم بتاع السويس. احنا يا حبيبي احنا بنقول هنعمل لشعب السويس يبقى نعمل، بس الله ينور انما عليك. لا استغلال للمواطن. احنا مش عايزين نستغل حاجه يا عم. لا انا عايز اقف جنب اخواتي. الله يصلح حالك وابنائي. الله يصلح حالك. ربنا يديك الصحه يا عم رشدي. الله يقويك. عندنا ايه تاني؟ انا شايف في عرايس وفي حسينه وفي كل حاجه بتاعت زمان دي. كل حاجه يا باشا، كل حاجه موجوده. تعالى كده يا باشا بالكاميرا. البهجه بتاعت زمان دي يا جماعه. فين دي مش موجوده غير عند احمد ابو حلاوه. بهجه زمان دي مش موجوده غير عند احمد ابو حلاوه. ايام السبعينات دي والثمانينات. اللي هو الواحد كان يقعد يقرقط فيه حته حته وفي الاخر يعملوا مهلبيه. كنا بنعمله مهلبيه وكله كان بيبقى ايه، بيتبسط. ده احسن من البلاستيك الصيني. ايوه صح. الله صح. ده هتستفاد بيه. ده انا عايز اصدره للصين. هتستفاد بيه. انا عايز اصدره للصين. ما تورينا العرايس كده يا عمهم عشان نعرض العرايس والحاجات. بصوا يا جماعه، ده الفرش اللي عم رشدي قال لنا عليه. يعني عشان نبقى بس متفقين كده اهو، العلبه زي ما هي ب 70 جنيه الكيلو. 30% خصم. 30% خصم في العلبه المغلفه. لكن في الفرش نفسه هنبيع بكام يا عمي؟ هنبيع بكام بقى في الفرش؟ والله بص يا صاحبي، احنا قلنا 30%. تمام. انا ابو 150 ابيعه ب 120. تمام. ومش هتلاقي الكلام ده بره. ما انا عارف. مش هتلاقيه بره. عشان تبقوا عارفين حاجه. وخلي بالك انا عمري ما بقول للزبون انت نقيت دي ليه ودي ليه. صح. ما هو اللي نفسه فيه ياكله. ما هو مثلا بقول لك مش هاكلك على مزاجك. والبس اللي يعجب الناس. لا انا مش هاكلك على مزاجك. يلا يا جماعه، اللي لسه بقى ما جابش عروسه لخطيبته، حاجات احمد ابو حلاوه اهي. خلوا بالكم صفحه يوميات محمد مجدي اتاخرت لان الحاجه كانت لسه في المصنع بتصنع. دي لسه جايه طازه. لسه جايه. يعني اقول لك ايه، جايه حتى لو امبارح. انت صورت هناك كده هتلاقي بتوع الفراشه لسه بيشدوا الفراشه اهي. العروسه دي بقى عامله كام يا عم احمد؟ العروسه دي ب 200 جنيه. يلا يا عم. 200 جنيه احنا هننزلها ل 180 جنيه. 180. يعني انت الموسم بتاعك عشان تخش على خطيبتك عند احمد ابو حلاوه ما جابش الخمس ميات. ودي شعرها بص. دي باروكه. دي عامله مشيت دي. عامله مشيت دي يا جماعه. بص طالعه من الكوافير عند احمد ابو حلاوه على طول اهي. على طول يا باشا. طالعه من الكوافير على هنا على طول. ربنا يرزقك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وخلي بالك انت قلت كلمه حلوه، شعب السويس. والكلام ده لشعب السويس بس. ولف على جميع الصفحات والتلفزيونات مش هتلاقي في مصر الكلام ده يا باشا. انا لما لان انت قلت انا عايز ايه،
شعب السويس. شعب السويس والسويس واللي جاي من بره السويس بلد على دماغنا. الصمود يا عم، اللي يجينا اهلا وسهلا واللي جاي من بيه. بره السويس ياخد حاجه على دماغنا. بلدنا بلد الكرم يا استاذ محمد. اكيد طبعا. بلدنا بلد وانت الكرم. اصل الكرم عم لا هي بلدنا بلد الكرم. واحمد ابو حلاوه طبعا غني عن التعريف. طبعا. تحت امر الناس. شايفين يا جماعه؟ يلا بلدنا بلد الكرم، السوايسه كرمه. ما تستخسرش بقى يا عم الحاج وتعالى خد عروسه لخطيبتك. ها خش عليها كده فرحها. بدل ما تلبس وخلي بالك احنا مسايسين في البيع والشراء. ربنا يديك الصحه. البيع والشراء للسوايس. هو البيع والشراء ايه؟ بس لو جالنا واحد من القاهره برضه نكرمه، لان دي بلد الكرم. بالظبط. الله ينور دي عليك. بلد الكرم. وده عمنا مازن الحصان اهو بقى الحاجات الحصان الجديده بقى، الاطفال بقى الحلوين الحاجات بقى. بس انا اقول لك على حاجه، ياخد السكر احسن. السكر نستفاد منه. يعمل به مهلبيه. ورينا يا باشا العرايس. امسك دي. بصوا يا جماعه كلها حاجات والله العظيم، يعني الواحد اتاخر في العرض ليكوا يا سوايسه. احنا قلنا قبل المولد بيومين، فتسامحونا بس. وخلي بالك افخم مصانع مصر هتلاقيها هنا. افخم مصانع مصر هنا. ربنا يديك الصحه يا رب ويرزقكم يا رب. واحنا برضو بنساعد ولادنا. اكيد ولادنا عايزينهم برضو يعيشوا. اللهم صل على النبي عليه. ربنا يديك الصحه يا عم رشدي. مكسبنا ان ولادنا يدعوا لنا. اكيد بس. هو ده دعم من صفحه يوميات محمد مجدي. طب ما تيجي نبص على المنتجات كده اهو. بص خش تعال. تعال. ده اللي هو الكيلو. ده بقى المشكل بقى اللي هم ايه بقى، بينقي بقى زي ما هو عايز نوجه، عايز فخفخينه، عايز شكلمه، عايز الاصناف كتيره يا استاذ محمد. فاحنا لو قعدنا من هنا مش هتعرف تعدها. مش هتعرف تعدها. هناخد بص كده على الفرش واحنا ماشيين. خش تعالى كده يا باشا. دي النوجه. عرفنا انت على الحاجات اللي عندك كده يا عم. والله بص، ده سندوتش جوز الهند بالسمسم، وفي حاجه زي كده قشطه. دي قشطه تتاكل حاف. دي نوجه قمر الدين وملبن. ده ملبن الاحمر ده. دي الدوميه. اسمها دوميه؟ دوميه. ملبن احمر. لا احنا طول عمرنا حلوانيه بنقول عليها دوميه. ماشي ملبن احمر ماشي، انا رقبتي للسوايس، بس هي كصنعه اسمها دوميه. شكلمه جميع الالوان، فيها شوكولاته وفي ساده وفي كريمه وفي كل حاجه. حلواني مصر اهو يا جماعه. حلواني مصر. لا وهي مصانع مش مصنع. بص بقى ايه، هوريكم حاجه عشان تعرفوا ان احنا ما بنعرفش نضحك على الناس. بص كده 2023 شهر 9 اهو. تاريخ صلاحيه في النوجه، تاريخ صلاحيه 2023 شهر 9. ومدور الحمص بتاع زمان برضه اهو. مدور حمص، مدور سمسم، مدور فول. ما شاء الله عليك. فان شاء الله احنا نبتدي العرض. شوكولاته ان شاء الله. الكريز. العرض يبتدي. ابتدي عندنا بقى من النهارده. ده طبق علف اهو. ده الطبق ده وزنه قد ايه؟ ده ربع كيلو. طب احنا عندنا كله، مش شرط تيجي تاخد كيلو لا يعني. يا عم اللي هو عايز، لو عايز 20 جرام نديله. عايز 20 جرام اللي هو عايزه. الله يوسع واحنا عليك. برضه نساهم معاه. الله يوسع عليك يا عم رشدي. كلها والله العظيم هي كلها لله يا جماعه، واللي فيها لله عمرها ما بتغرق. واحنا قلنا كلمه من الاول يا استاذ محمد. احنا اتفقنا على المبدأ. قلنا السوايسه. احنا اتفقنا على المبدأ. وقلنا شعب السويس، يبقى مش كلامه خلاص. صح. يبقى مش كلامه خلاص. ربنا شعب السويس على دماغنا من فوق. بلد الصمود. الله ينور عليك. ربنا يزيدك يا رب ويجعلها فتحه حلوه عليك يا رب. على السوايسه. على السوايسه. خلي بالك انت قلت السوايسه. ايوه فركز معايا، احنا عايزين السوايسه. اهم حاجه ولاد البلد. الله يصلح حالك يا عم رشدي. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يوسع عليك كده يا رب. اللهم امين يا رب. ونستناكم في الموسم الجديد بامر الله. بامر الله. وعايزين السوايسه يبقوا بخير. انا على فكره اللي منزله النهارده ابني مازن، فاهمني؟ عايز حلاوه. وماله احلى حلاوه ياخدها. نديله فرصه بقى ايه؟ شوف هو عيش انت بس كده براحتك. عيش يا معلم. هو بقى يخش ينقي اللي هو عاوزه. اللي هو عايزه. خد السبت ونقي. صحابك اللي قالوا لك هنا حلوه؟ علبه عندنا عروسه صغيره وخصان صغير في علبه. تمام. كله في متناول الايد. ده سعره كام ده؟ ده ب 100 ب 75. خصم اهو. خصم 25% اهي. ابو 100
جبناه ب 75. 75 عشان كله يفرح، يعني لان ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نتباشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. خلي بالك بعد ما يخلصوا هجيب واحدة ملبن ماشي حاضر. مش هتتحط في العلبة. يلا عبلنا يا عمنا. عبي يا استاذ محمد اللي انت عايزه، عشان خاطر مازن برضو ابن السويس. ابن ايه؟ ابن السويس. ده اصل الاصل ده. ايوه أصل ابن الأصل. السويس، مواليد السويس. وفيها ايه يا رب يتقبل مننا يا عم اللي فيها لله ما بتغرقش. تكشف عيدان كمان سبحان الله. مشبك. هسيبكم انا بقى احاسب على الحاجه دي. لا بص. لازم دبسني فيها. انا ما رضيتش اجيب الحصان، اروح اجيب جرد. لا خلاص. هسيبكم بقى واحاسب على الحاجه دي. عم رشدي مسح على السوايسه كده. السوايسه ربنا يخليهم لينا ويخلينا ليهم. رب. السوايسه احسن بعدين شعب على مستوى احنا احسن الجمهورية. ناس. احنا اللي في وش المواجهه، شعبي. احنا في المواجهه. احنا الشعبيه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. دعم من احمد ابو حلاوه لصفحه يوميات محمد مجدي، اصل السويس والسوايسه. السلام عليكم.